مساء الخير يا عشاق الساحرة المستديرة، ولقاء جديد مع أحمد سبورت لايف. في بداية الأمر، لو عجبك الفيديو دوس لايك، وفضلا ما يسر أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. هنتكلم معاكم عن أحداث الكرة المصرية والأحداث اللي دايرة في الوسط الرياضي. يعني هنبدأ بالنادي الملكي، نادي الزمالك، ونادي متصدر الدوري بفارق أهداف في نهاية 2022، وبحلول 2023 واللقاء القادم لقاء قدام أسوان زهرة الجنوب. فريق بيستعد، فريق فيه حماس، في تفاؤل بتحقيق الفوز والانفراد بصدارة الدوري. حتى في حالة فوز الأهلي على بيراميدز يفضل فارق الأهداف لصالح الأبيض. الأبيض بينهي 2022 أفضل خط هجوم، أفضل خط دفاع، يعني جميع الأرقام يحصدها النادي الملكي، النادي الأبيض. كل ده يعني يرجع الفضل فيه بعد ربنا للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور يعني رغم أزمة حجز على رصيدة النادي ومفيش فلوس، قدر ان هو يوفر مرتبات الموظفين، مرتبات اللاعبين والاجهزه الفنيه كلها في ميعادها. كل لاعب بياخد مرتبه في ميعاده، وقدر يتعاقد عقد رعايه محترم يليق بنادي الزمالك. في مميزات اخرى كتيره في العقد. يعني كل دي مجهودات مستشار مرتضى منصور بيقوم بيها. نيجي لأمير مرتضى اللي هو يعني دوره مع النادي، يعني لا يستطيع أن يغفل عنه الكثير. دور أمير مرتضى قادر يفصل مشاكل النادي الإدارية عن المشاكل الفنية، قادر يعزل فريق الكورة عن المشاكل الإدارية الموجودة والصدى المحجوز عليها. يعني عامل عزل كامل، اللي هو متصدر مرتضى منصور في أي حاجة، في نتيجة في حالة إخفاق الزمالك بتعادل أو أي حاجة، أمير مرتضى هو اللي بيبقى بيتعامل مع المستشار مباشرة. أنا هتناقش معاك، مالكش دعوة بفيرا، مالكش دعوة باللاعبين. ومستشار مرتضى منصور ولا بيتدخل ولا موجود، هو دايما داعم لفريق الكورة بكل ما يطلبه البروفيسور جوسوالدو فيرا. فييرا بيقدم موسم استثنائي، بيقدم كورة جميلة، بيقدم لعيبة كانت ما كانتش موجودة. ناشئين خدوا الثقة وبقوا قدها وأصبحوا أساسيين وبيحدثوا فارق. يوسف أسامة نبيل لاعب ما شاء الله عليه، يعني أفضل بديل لبن شرقي. بن شرقي رحل، جه يوسف أسامة نبيل وفي مصطفى شلبي، في لعيبه كتير. مستشار مرتضى منصور كان يتكلم مع موضوع الصفقات، قال احنا مش محتاجين ان احنا نتعاقد مع صفقات الزمالك. باللعيبه موجوده، بعوده مصطفى شلبي، عوده ابراهيم نداي من الاصابه، كل ده هيرجع للزمالك قوته. ويعني اوفيرا هيعرف يعمل التوليفه من اللعيبه الموجوده، ولو احتاج اي حاجه احنا هنحققها له، اي حاجه يطلبها احنا هنحققها له. وما بنحاسبش دلوقتي، احنا هنحاسب اخر الموسم. والاهم عندنا طبعا حلم شخصي مستشار مرتضى، حلم لامير مرتضى ريفيرا للجيل الحالي، بطولة افريقيا. حلم افريقيا، حلم السادسة. زمالك اكتر من 20 سنة ما حصلش على بطولة افريقيا، وصل للنهائيات، ده وصل المربع الذهبي، لكن ما كانش فيه حظ ان هو ياخدها، ما كانش فيه توفيق من ربنا. فكل التوفيق لكتيبة فييرا واللاعبين الموجودين. أحمد سيد زيزو لعيب ما شاء الله عليه، أرقام يعني أرقامه اللي هتتحدث عنه، مش هينفع إن احنا نقول أي حاجة. بس زيزو يعني في تذبذب في مستوى الفترة الأخيرة، بيصنع وبيسجل، بس في مستواه مش زي ما تعودنا عليه. إمام عاشور آخر فترة في علامات استفهام، أوقات بيأدي بشكل حلو بشكل جماعي، اوقات بيميل للعب الفردي. كل دي مشاكل فييرا قادر ان هو يحلها. فييرا عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه، عارف يستغلها امتى، عارف كل لاعب ليه وقته هيشارك فيه، سياسه التدوير مأديها كما يجب ان يكون.
محمد عواد طبعا افضل حارس مرمى في الفترة الأخيرة في الدوري المصري، ويعني الأرقام هي بتقول حاصل على في 9 مباريات على 7 كلين شيت، دخل مرمى 4 أهداف بس. أفضل حارس مرمى يليه جنش. كل التوفيق لمحمد عواد، إن شاء الله تبقى ضمن كتيبة المنتخب التجمع القادم، وتبقى الحارس الأساسي إن شاء الله. دي اخر اخبار نادي الزمالك وكتيبة نادي الزمالك واستعداداتها. هنتكلم عن المستشار مرتضى منصور، وعمل يعني لفتة رائعة للجماهير. مطلع حاجز قطر مخصوص للجماهير اللي هتسافر ورا فريقها لملاقاة أسوان. ماتش أسوان طبعا يوم الاثنين هيكون الساعة 3 إلا ربع، هيكون يعني الصبح في الشمس. كل التوفيق لنادي الزمالك، اللعيبة قدها في تفاؤل في المعسكر. كلنا عندنا ثقة في فييرا واللعيبة الموجودة. اتكلم على موضوع كهربا. موضوع كهربا يعني هو موضوع محسوب. الغرامة كانت 2 مليون، كانت معدل 32 مليون مصري، دلوقتي وصلت ل 65 أو 70 مليون بفوائد مع ارتفاع سعر الدولار. كهربا ما قدموش حل غير ان هو يدفع الغرامة، يدفع عشان يلعب. هو الإيقاف هيخلص يوم 10 أو 11 يناير، بعديها عبال ما يصدر قرار تاني بالإيقاف ممكن يلعب، بس هو هيلعب وبعد كده هيقف، يعني مفيش أي إفادة. كل ده يعني بسبب إن هو يعني سمع كلام، ما عندوش مدير أعمال يديره معاه، ما كانش عنده فكر، ما كانش يعني ما كانش متابع اللي ممكن يحصل، ما كانش متوقع اللي ممكن يحصل. انت كنت في الزمالك كنت متألق وبتخرج، لو كنت طلبت من المستشار مرتضى ان انت تمشي ما كانش هيعارض، كان هيرحب ان انت تمشي تروح اي نادي، ما فيش اي مشكلة. كهربا ما قداموش حل غير ان هو يدفع الغرامة عشان يلعب مع النادي الاهلي او مع اي فريق تاني. نخش على النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه مشاكل كتير. كولر هو سوارش، نفس الحجج، نفس الكلام اللي بيتقال. الملعب، اللعيبة ما عنديش لعيبة كويسة، كل دي انتقادات قالها كولر لعبته يعني على الملأ في المؤتمرات الصحفية. وده طبعا يعني لم يلقى استحسان محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. ففي مشاكل فنية، مشاكل إدارية. الأهلي في إهدار مال عام، مش عايز يلعب على الاستاد بتاعه، بيأجر وبيدفع فلوس عشان يلعب مباريات وهو عنده استاده يلعب عليه. لعيبة بتيجي بملايين وبيقعدوا ما بيلعبوش وبيمشوا ببلاش. كل دي تساؤلات، لكن للأسف الإعلام المصري ما بيلقيش الضوء على الحاجات دي، بيلقي الضوء على مشاكل الزمالك. اتمنى لو عجبك الفيديو تدوس لايك، وفضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.